البيتزا بمكونات صحيه طلبت مني كتير على الصفحه. انا عملتها لكم بعجينه ناجحه جدا وتطلع معاكم تحفه، احلى كمان من معموله بالدقيق الابيض. بس تركزوا في التريكات اللي انا هقول لكم عليها، وطريقه التسويه مهمه معايا جدا. ويلا نشوف الطريقه. معايا 60 جرام من الدقيق القمح الكامل، وممكن تخلطوا معاه شوفان. حطيت عليه نص معلقه صغيره من الخميره الفوريه وحبه عسل عشان تنشط الخميره، هنا العسل كتر مني شويه. وبعد كده حطيت معلقه كبيره من زيت الزيتون، وحطيت ربع كوبايه من الميه. هنديها عجنه كده بسيطه، القوام بتاعها بيبقى سايل وصعب ان انتوا تتمكنوا فيه. طب هنعمل ايه؟ هنستخدم الاسباتولا، هنقلبها تقليبتين كده ونغطيها، وبعد 15 دقيقه نرجع برده نعجن فيها تاني بنفس الطريقه من غير ما نمد ايدينا عليها. وبعد كده هنحتفظ بيها في التلاجة، هتقعد ساعتين 3 في التلاجة. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة، بس انا قعدتها حوالي 6 ساعات، مبقاش مستعجله على الغدا. فين شكل العجينه عامله ازاي؟ كل ما تسيبوها اكتر كل ما بتديكوا نتيجه احسن. وحطيتها في صواني البيتزا ودهنتها زيت زيتون. اهم حاجه لما نيجي نفرد العجينه نكون كل شويه نبل ايدينا ونفرد العجينه. هنفردها من جوه لبره بشكل دائري كده عشان تطلع شكلها لطيف. وزي ما قلت لكم حبه ميه في طبق يبقوا جنبكم عشان تبلوا ايديكم، عشان ترجعوا تفردوا فيها تاني، لان هي صعب التملك فيها شويه. بس واظبط الحروف كده بحيث يطلع شكلها زي اول الفيديو كده بالظبط. بالنسبه للاطراف لو انتوا عايزينها تحشوها جبن براحتكم. هنا كنت محضره صلصه البيتزا، وعشان تطلع حمرا بالشكل ده دايما تضيفوا بابريكا على الصلصه، سواء بتعملوا محشي او اي حاجه مش عايزين تضيفوا لها صلصه بس عايزين اللون بتاعها يبقى احمر كده، يا ريت كمان لو بابريكا مدخنه. وحطيت شويه جبنه قريش، انا ما كنتش حابه استخدم اي جبن فيها دهون، نسبه الدهون في الجبنه القريش بتبقى قليله. وحطيت شاورما فراخ، انتوا تقدروا تحطوا الحشوه اللي انتوا عايزينها. وحطيت فلفل الوان وزيتون. وطبعا عشان خاطر الاطراف تبقى شياكه كده بحب دايما احط عليها سمسم، عشان لما بتتحمص بيبقى طعمها حلو مع السمسم. وشويه بابريكا على الوش كده تديها لونه حلو. دخلت على درجه حراره 180، قعدت 17 دقيقه بالظبط. اهم حاجه اول ما تطلع على طول من الفرن هنغطيها باي قماشه عشان تفضل طريه، لان انتوا لو سبتوها في الهواء هتنشف منكم. اي مخبوزات تتعمل بدقيق القمح الكامل لازم تتغطى اول ما تطلع من الفرن عشان تفضل طريه. وبس كده، صحتين وهنا.